السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الأستاذة شيماء. النهاردة هناخد درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي. هناخد درس من آخر درس من دروس الوحدة الثالثة في التاريخ، وهو درس غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوته وكفاحه. هناخد الدرس ده على جزئين. النهاردة هناخد الجزء الأول عشان هو الدرس طويل. احنا زي ما عرفنا في الوحدة دي خدنا أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام، وخدنا كمان نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثته وهجرته. النهاردة هنكمل بقى غزواته. دي تعتبر مرحلة كبيرة في حياته في مسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. هنكمل مراحل الدعوة، دعوة الرسول. هناخد المرحلة الثالثة من الدعوة وهي مواجهة المعتدين. الرسول مش بيدعي للعدوان أو بيستولي على أراضي الغير. الرسول بالعكس هو هجر من مكة للمدينة عشان يتجنب أذى قريش له وللمسلمين. والرسول كمان مش بيدعي للعدوان أو إنه يستولي على أراضي حد أو يعتدي على حد أو يحارب حد إلا لما هو يجي يحاربه، فبالتالي لازم يدافع عن نفسه. يعني واحد جاي يحاربني فأنا مش هستنى بقى لما يقتلني، فانا لازم يعني واحد جاي يحاربني فانا خلاص هحاربه، يعني هيقتلني. فلا يدعو الرسول لا يدعو الى العدوان على ارض الغير، ويقاوم من يسعى للقضاء علينا. يعني واحد جاي يقتله زي ما قلت لكم، فبالتالي لازم يواجهه. هنا بقى لما يجيلك سؤال بما تفسر خاض الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه مجموعة من السرايا والغزوات ضد المشركين. هنعرف مع بعض السرايا والغزوات دي دلوقتي. ليه الرسول غض مجموعة من السرايا والغزوات؟ ايه السبب؟ هقوله بسبب مقاومة كل من يسعى للقضاء على هذا الدين. فبدأت مرحلة السرايا والغزوات. يعني ايه سرية؟ السرايا دي جمع مفردها سرية، يعني حملة عددها بيبقى قليل، يعني 5-6 كده. ديت بتبقى 5-6 أشخاص بيروحوا يواجهوا المشركين. فلما عرف السرايا هي حملات وجهها الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين ولم يحضرها، يعني ما كانش بيشارك فيها. الهدف من السرايا ايه اهدافها؟ اضعاف قوة قريش الاقتصادية ليكفوا كيدهم وأعدائهم وتحريضهم لليهود على الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالمدينة. يعني الهدف من السرايا دي اللي أنا أضعف قريش اقتصاديا. يعني عايز بقى ركزوا بقى في حياتكم الاقتصادية، يا إما كده انتوا هتنهاروا اقتصاديا، ما تركزوش معايا تفضلوا بقى. يعني أنا سبتلكم مكة ومش مكفيكم كمان انتوا جايين تهاجموني هنا في المدينة. فكان بيحاول يضعف قوتهم الاقتصادية اللي عملهم. طبعا القوة الاقتصادية اللي بتعمل قوة، فبالتالي كان بيحاول يضعف قوة قريش الاقتصادية، لأن زي ما احنا عارفين كانت هي مشهورة بالتجارة، فكان عندهم قوة اقتصادية كبيرة. فكان بيحاول يضعف القوة دي وعشان يكف إيذائهم عن المسلمين وتحريض اليهود كمان. وتحريضهم لليهود على الرسول كمان. ما اكتفوش بكده، كانوا بيحرضوا اليهود على الرسول واصحابه المدينه. كان طبعا احنا عارفين اللي كان فيه يهود ساكنين في المدينه، كان قريش بتحرضهم على الرسول واصحابه ان هم يأذوه. يعني احنا عرفنا السرايا واهدافها. هندخل بعد كده على الغزوات. الغزوات دي يعني معارك بقى، أي أشمل من السرايا. معارك بقى خاضها المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين. طبعا بقى بتبقى جيش ضد جيش بقى، معارك. يعني انا هجهز الجيش بتاعي عشان اجي اواجه الجيش بقى بتاعك. وكان الغزوات دي كان الرسول بيشارك فيها بنفسه، لكن السرايا ما كانش بيشارك فيها بنفسه. يعني الهدف الغزوات الدفاع عن الدين الجديد وحماية نشر مبادئه بين الناس جميعا. انا بدخل المعارك ليه؟ علشان ادافع عن الدين الجديد اللي هو دين الاسلام، وحماية نشر مبادئه وانشره بين الناس. يبقى دافع عنه وانشره بين الناس، ده الهدف من الغزوات. يبقى عرفنا الفرق ما بين السرايا والغزوات، واللي انا بواجه المعتدين على الدعوة الإسلامية. هنتعرف بعد كده على أهم الغزوات التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه هي بقى الغزوات المعارك التي خاضها الرسول؟ عندنا أول غزوة معانا هي غزوة بدر. غزوة بدر دي كانت سنة 2 هجرية.
زي ما انتم شايفين في الصورة اللي قدامكم اهي. الغزوة دي حصلت عند بير بئر، زي ما انتم شايفين ميدان المعركة اللي في الوسط، والمشركين هم تحت والمسلمين فوق. فهم بقى هيتحاربوا مع بعض ونشوف مين اللي هيكسب. تعالوا بينا دلوقتي نشوف غزوة بدر بالتفصيل. غزوة بدر دي حدثت سنة 2 هجرية. الأطراف بتاعتها يعني مين اللي كانوا بيحاربوا بعض؟ قريش كانت ضد المسلمين. الأسباب بتاعت غزوة بدر ايه؟ اقترح الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه اعتراض قافلة تجارية لقريش. ليه؟ طبعا زي ما احنا عارفين لما المسلمين هاجروا من مكة تركوا بيوتهم وأموالهم وهاجروا المدينة، فقريش استولت على كل ده، فطبعا ده هيديها قوة اقتصادية بزيادة وهتزداد جبروت على المسلمين. فالرسول بقى طبعا احنا زي ما احنا عارفين اللي هو عايز يضعف قوتهم الاقتصادية، وكمان يعوض ما سلبه المشركين من المسلمين أثناء الهجرة. هم كمان سلبوا أموالهم وبيوتهم وكل حاجة استولوا عليها، فعايزين يردوا جزء بسيط من الحقوق بتاعة الناس اللي هاجرت للمدينة دي من المسلمين. فاقترح الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه اعتراض قافلة تجارية لقريش تعويضا عما سلبه المشركون من المسلمين أثناء الهجرة، قادمة من الشام. زي ما احنا عارفين اللي قريش كانت بتعمل رحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. رحلة في الشتاء كانت لبلاد الشام ورحلة في الصيف لبلاد اليمن. فالرسول اقترح الأصحاب اللي هم يعترضوا القافلة القادمة من بلاد الشام دي. فلما علم أبو سفيان كان هو القائد القافلة دي غير طريقه، فنجا بالقافلة من أيدي المسلمين، نجا بالقافلة. وعلى الرغم من ذلك أصر زعماء قريش على قتال المسلمين والقضاء عليه. يعني بقى خدتهم العظمة، يعني ازاي هم عايزين كانوا يهاجموا القافلة بتاعتهم؟ طب والله لا نروحوا احنا اللي نحاربوهم يعني. فأصر زعماء قريش على قتال المسلمين والقضاء عليهم. دي كانت أهم أسباب غزوة بدر. أحداثها خرجت قريش بجيش بلغ عدده من 900,000 مقاتل حتى وصلوا إلى بئر بدر. استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فأشاروا عليه بالخروج لقتالهم. ناس جاية زي ما قلت لكم تحاربنا، فخلاص بقى أنا هروح أحاربهم، لأن لو أنا ما روحتش هيجوا يقضوا عليا. رقم 3 في الأحداث، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جيش بلغ عدده 313 مقاتل. 313 مقاتل، يعني شوف جيش المسلمين كان صغير وجيش قريش كان 900,000. الجيش بتاع الرسول ده وصل حتى بئر بدر. نركز بقى في الاسم اللي جاي ده، أشار الحباب ابن المنذر على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعسكر عند أقرب بئر من آبار بدر إلى المشركين. لما نركز مين الحباب ابن المنذر ده؟ هو اللي أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعسكر عند أقرب بئر من آبار بدر. يعني نشوف أقرب بئر الآبار بدر أهو، احنا هنعسكر هنا عشان قريش هتبقى جاية من مكة قطع مسافة كبيرة، فهتكون منهكة، الجيش بتاعها منهك، فهتعوز طبعا تشرب أو يشربوا، الجيش يشرب. فأنا هكون معسكر عند أقرب بير عشان أمنحهم وأتمكن بقى من محاربتهم وهم منهكين فأنتصر عليهم. دي كانت الخطة. يبقى لما يقولي لمن تنسى مين اللي أشار على الرسول أن يعسكر عند أقرب بئر من آبار بدر، هو الحباب ابن المنذر. بعد كده دارت المعركة بين الطرفين، وشجع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال، وظل يدعو ربه فأمده الله بالملائكة لتحارب معه. طبعا الرسول مع ربنا، فربنا نزل الملائكة كانت بتحارب مع المسلمين. اللي شوفوا كان الجيش بتاعهم صغير 313 مقارنة بجيش قريش
كان من 1900. يعني احنا بالعدد ده هنقول طبعا قريش هي اللي هتكسب، لكن ربنا طبعا كان مع الرسول وأنزل الملائكة لتحارب معهم. هندخل بعد كده على نتائج غزوة بدر. انتصار المسلمين وهزيمة قريش بالرغم من قلة عدد المسلمين وعدتهم، وذلك بسبب قوة إيمانهم وأخذهم بأسباب النصر. انتصر المسلمين على قريش بالرغم من قلة عددهم اهو، طبعا ربنا كان معاهم وبسبب قوة الإيمان بتاعة المسلمين. رقم 2، قتل 70 رجلا من المشركين من بينهم أبو جهل وعتبة ابن ربيعة. رقم 3، أسر 70 رجلا من المشركين، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بمعاملة الأسرى معاملة حسنة. يعني أمر الرسول أن يعامل الأسرى بمعاملة حسنة عكس قريش طبعا كانت بتعذب المسلمين. الرسول ما انتقمش طبعا، وده حسن الخلق بتاعة الرسول اللي بيعلمها لنا طبعا. رقم 4، استشهاد 14 رجلا من المسلمين. يبقى عندي نستفاد بقى من النتائج. انتصار المسلمين، قتل 70 رجل من المشركين، أسر 70 رجلا من المشركين، استشهاد 14 رجلا من المسلمين. بعد كده هندخل على الدروس المستفادة لغزوة بدر. التأكيد على مبدأ الشورى. الرسول استشار أصحابه، فطبعا كان رأيهم ان هم يخرجوا لمحاربة قريش. رقم 2، النصر يأتي من عند الله ولا يعتمد على القوة أو كثرة العدد. زي ما احنا شفنا جيش قريش كان من 900 ل1000 وجيش المسلمين كان 313. بالرغم من كده ربنا نزل الملائكة تحارب مع المسلمين وكان النصر لجيش المسلمين. رقم 3، حسن معاملة الأسرى في الحروب. الرسول عمل الأسرى معاملة حسنة. كده خلصنا غزوة بدر، خدنا فيها كل حاجة من حدثت سنة كام والأطراف والأسباب والأحداث والنتائج والدروس المستفادة. بعد كده حصلت غزوة بعد غزوة بدر بعدها بسنة، هي غزوة أحد سنة 3 هجريا. كانت الأطراف قريش ضد المسلمين، برضو قريش ما توقفتش، برضو بتحارب المسلمين عايزة تقضي عليهم زي ما انتوا شايفين اهو قدامكم في الصورة. ده جبل أحد اللي قدامكم، ودول المسلمين اللي تحت والمشركين اهو بيحاربوا بعض في النص. هنعرف القصة بتاعة غزوة أحد بالتفصيل. غزوة أحد حدثت 3 هجريا بعد غزوة بدر بسنة. الأطراف كانت قريش ضد المسلمين. أسباب غزوة أحد رغبة قريش في الانتقام من المسلمين لما حدث لهم من الهزيمة في بدر، فهي عايزة بقى تنتقم. ازاي انتوا كان عددكم بسيط قد كده وتغلبونا كمان؟ فالانتقام بقى، كانت قريش عايزة تنتقم. أحداث غزوة أحد، جهزت قريش جيشا كبيرا بلغ عدده 3000 مقاتل. التاني كان جيش بدر كان من 900 ألف، لا دي بقى مجهزة لهم 3000 مقاتل. وتحركوا نحو المدينة حتى نزلوا قريبا من جبل أحد. رقم 2، استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فأشاروا عليه بالخروج من المدينة عشان بقى يروح يحاربهم، هما جايين هيقضوا عليه. رقم 3، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في جيش بلغ عدده 1000 من المسلمين، وفي الطريق رجع عبد الله بن سلول زعيم المنافقين بثلث الجيش. يعني ايه زعيم المنافقين ده؟ يعني بيظهر قدام اللي هو مسلم ومؤمن ويظهر الإيمان، لكن هو من جواه منافق وكاذب ومش مش مسلم ولا بيؤمن بالإسلام. مين زعيم المنافقين؟ عبد الله بن سلول. يبقى نركز عشان لما يجيلك لمن تنسب من هو زعيم المنافقين؟ عبد الله ابن سلول. بلغ عدد أو لما كمان أكمل أو اختيارات، بلغ جيش المسلمين في غزوة أحد 1000 وجيش قريش كان 3000 مقاتل. خطة الرسول للمعركة كانت ايه؟ اختار الرسول 50 راميا للوقوف على جبل يشرف على أرض المعركة. زي ما انتوا لو رجعتوا للصورة اللي أنا كنت جايبها لكم، الجبل قمته اهو. الرسول اختار 50 راميا يقفوا فوق عشان طبعا يحموا اللي تحت من المسلمين، مفيش حد يجي يقضي عليهم من فوق. فالرسول
اختار 50 راميا وقال لهم انتوا هتقفوا هنا وما تتحركوش، لو حصل ايه باللازم ما تتحركوش من هنا الا لما انا اقول لكم تعالوا. يعني الرسول هم حذرهم وقال لهم ما تتحركوش الا بامر مني. وامرهم بألا يتحركوا من اماكنهم في حالة النصر او الهزيمة الا بامر، زي ما انا قلت لكم يعني ما تنزلوش او تتحركوا او تروحوا في اي حتة الا لما تاخدوا امر مني. ما هو الرسول هو قائد المعركة، ما انا باخد الاوامر بتاعتي من القائد، ما ينفعش اخالف الاوامر، احنا في حالة حرب، ما ينفعش اتصرف من مزاجي واقول لا خلاص احنا انتصرنا وهنزل. ما ينفعش في حالة الحرب دي بالذات، ما ينفعش اي حد ياخد اي امر الا من القائد بتاعه، هو اللي ليه الحق اللي هو يتصرف لانه معاه الخطة وقائد المعركة. طب ايه اللي عمله الرماة دول؟ يا ترى سمعوا كلام الرسول ولا لا؟ لا، خالفوا الرماة اوامر الرسول وتركوا اماكنهم لجمع الغنائم. ليه؟ ايه سبب؟ لما دارت المعركة كان النصر في البداية حليف المسلمين، خلاص الرماة ظنوا بقى اللي احنا خلاص انتصرنا بقى، مش محتاجين بقى ناخد الامر من الرسول، احنا ننزل بسرعة نجمع الغنائم. طب ايه هي كانت الغنائم؟ طبعا الخيول والسيوف، اي حد بقى معاه حاجة، دي الغنائم بتاعة الحرب. فهم نزلوا بقى عشان يجمعوا الغنائم وسابوا، طبعا سابوا زي ما بنقولوا كده سابوا الظهر مكشوف، يعني اللي تحت ممكن يتقتل بسهولة. طبعا احنا زي ما احنا عارفين في الافلام زمان كانوا معتمدين بيرموا بالسهام، طبعا لما يجيلي ناس من فوق سهل اللي هي ترمي اللي تحت ويقتلوهم، فانا كنت حاطه ال50 اللي فوق دول عشان يحموا المسلمين اللي تحت اللي بيحاربوا ومفيش حد يجي يقتلهم. طبعا استغل خالد بن الوليد الفرصة، خالد بن الوليد في الوقت ده ما كانش لسه أسلم، فاستدار من خلف الجبل لما لقى الرماه بقى والجبل فاضي، فاستدار من خلف الجبل وانقض بجيش على المسلمين، فتحول نصر المسلمين إلى هزيمة. يبقى تقال بما تفسر تحول نصر المسلمين إلى هزيمة في غزوة أحد؟ هقوله بسبب مخالفة الرماة لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكنهم لجمع الغنائم. رقم 2، استغل خالد بن الوليد الفرصة فاستدار من خلف الجبل وانقض بجيش على المسلمين، فتحول نصر المسلمين إلى هزيمة. عرفنا كده أحداث غزوة أحد واللي حدث فيها. هناخد النتائج المترتبة على غزوة أحد. هزيمة المسلمين طبعا لأن الرماة خالفوا الأوامر فالمسلمين اتهزموا. استشهاد 70 رجل من المسلمين من بينهم حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا جرح الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول إن اتجرح. رقم 4، قتل 14 من المشركين. يبقى عندي في النتائج هزيمة المسلمين، استشهاد 70 رجل من المسلمين، قتل 14 من المشركين، جرح الرسول. الدروس المستفادة: ضرورة الالتزام بأوامر القائد في الحرب. نتعلم من الدرس ده الالتزام بأوامر القائد، زي ما قلت لكم هو اللي مع الخطة، هو اللي رسم. ما ينفعش انا اتصرف على مزاجي، احنا في حرب، انا ما باخدش الرأي لوحدي، احنا متجمعين وعارفين كل واحد هيعمل ايه، تاخد الامر مني انا باعتبار القائد. هناخد بعد كده غزوة الخندق، كانت سنة 5 هجرية، ما بين قريش، الأطراف كانت قريش وحلفائها ضد المسلمين. كانت غزوة الخندق دي كمان بيطلق عليها غزوة الأحزاب. ليه؟ لأن قريش تحالفت مع بعض القبائل للقضاء على قوة المسلمين. احنا زي ما احنا عارفين شبه الجزيرة العربية كانت عبارة عن قبائل، فقريش اتحالفت مع بعض القبائل للقضاء على قوة المسلمين، هتموت وتقضي على المسلمين والدين الإسلامي عشان تبقى هي المتحكمة وترجع لعبادة الأصنام بتاعتها تاني. وطبعا مش عايزة حد يبقى ليه الكلمة اللي هي قريش. فغزوة الخندق دي كانت قريش، الأطراف قريش ضد المسلمين زي ما انتم شايفين في الصورة اهي. هنعرف بالتفصيل كل حاجة عن غزوة الخندق. غزوة الخندق حدثت 5 هجريا، أطرافها كانت قريش وحلفائها ضد المسلمين. أسباب غزوة الخندق، لما يقولي بما تفسر ما هي أسباب غزوة الخندق، هقوله قيام جماعة من سادات يهود بني النضير. بني النضير ده زي ما احنا عارفين اللي هم كانوا في المدينة،
والرسول كتب صحيفة المدينة عشان كل واحد ليه حقوق عليه واجبات، اللي هيخالفها طبعا هيتعاقب. دي كانت من نصوص صحيفة المدينة. ويهود بنو النضير خالفوا العهد، خالفوا اللي موجود في صحيفة المدينة، فالرسول طردهم من المدينة بسبب غدرهم وخيانتهم. فطبعا اليهود بنو النضير اتحالفوا مع قريش والقبائل المجاورة لقتال المسلمين، فاستجابت قريش وحلفائها لليهود. يبقى أسباب غزوة الخندق قيام جماعة من سادات يهود بني النضير الذين أخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة لخدرهم وخيانتهم بتحريض قريش والقبائل المجاورة لها لقتال المسلمين، فاستجابت قريش وحلفائها لليهود. أحداث غزوة الخندق. ايه الأحداث دي؟ يعني التفاصيل، احكي لي بقى التفاصيل ايه اللي حصلت. خرجت قريش وحلفائها في جمع بلغ عدده 10,000 مقاتل. طبعا الأعداد بتاعت هي بتزيد، كان الأول من 1900 بعد كده 3000. غزوة الخندق كان 10,000 مقاتل. رقم 2، استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق. ايه خندق ده؟ يعني حول المدينة، فأعجب الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وأسرع هو وأصحابه في حفر الخندق، وتم الانتهاء منه قبل مجيء جيش المشركين. سلمان الفارسي ده من اسمه فارسي لأنه هو من الفرس. فلما الرسول بيقعد قاعدة مع أصحابه احنا نعمله ايه في المعركة دي، فسلمان الفارسي أشار عليه بحفر خندق. حفر خندق ده ما كانش فكرة مألوفة عند العرب، يعني ما كانتش منتشرة، ما سمعوش بيها قبل كده. يعني ايه خندق؟ فسلمان الفارسي شرع على الرسول بحفر خندق. الخندق ده تبقى حفرة عميقة عشان اللي يجي يقع فيها فيقوموا هما المسلمين يعرفوا يتحكموا فيهم، لان طبعا شايفين جيش قريش كبير 10,000، فلازم ما هما يجوا يقعوا في الحفرة دي فانا اعرف اسيطر عليهم واكسبهم. فنعمل حفرة زي البير كده، بير غويط، فاحنا نحفر خندق كبير طبعا عشان اللي يجي يقع فيه، تبقى خدعة يعني. فالرسول أعجب بالفكرة وأسرع هو وأصحابه في حفر الخندق. كان بيحفر هو وأصحابه في حفر قبل ما جيش قريش يوصل. عشان كده سميت غزوة الخندق. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جيش بلغ عدده 3000 مقاتل، فكان الجبل خلفه والخندق أمامه، جبل حميم من ورا والخندق، حفرين خندق عشان قريش متعرفش توصل لهم، يعني حفرة كبيرة. عدوا بقى، اللي هيجي يعدي لازم يقع هنا الأول، فأنا على طول هروح رميه بالسهم فهيموت، وهعرف أسيطر على العدد الباقي يعني. عندما رأت قريش وحلفاء الخندق قالوا إنها مكيدة ما عرفتها العرب من قبل. ما كانوش بقولكم حاجة مش مألوفة، محد سمع عنها قبل كده. لما يقول لي ما نتائج رؤية قريش وحلفاء الخندق هقوله أدى ذلك لقد قالوا إنها مكيدة ما عرفتها العرب من قبل، وفرضوا حصار على المسلمين لمدة شهر. قالوا بقى انتوا يعني عاملين لنا مكيدة يعني عشان تنزلونا فيها يعني وتهجموا علينا يعني وتقتلونا كلنا، طب احنا بقى هنحصروكوا. طبعا خيانة يهود بني قريظة، حيث انضم يهود بني قريظة إلى المشركين، وبذلك نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا عاملين عهد مع الرسول اللي هم مش هيقفوا مع المشركين، بس نقضوا العهد اللي هم يهود بني قريظة. فبقى عندي حصار من الداخل ومن الخارج. من الخارج كان المشركين محاصرين المسلمين، ومن الداخل يهود بني قريظة. طبعا اشتد الحصار على المسلمين حيث حاصرهم عدو من الداخل يهود بني قريظة، وعدوا من الخارج هم المشركين. استمر هذا الحصار مدة شهر كامل. طبعا كان صعب، اللي انا متحاصرة من جوه ومن بره مش قادرة اتحرك. فطبعا الرسول طبعا لجأ لربنا، فأرسل الله ريحا شديدة اقتلعت خيام المشركين. يعني الخيام كانت طبعا متثبتة في الرمل، الرياح دي اقتلعتها يعني طيرتها، وقذف الله في قلوبهم الرعب فعادوا إلى بلادهم خاسرين. ففرح المسلمين بنصر الله. طبعا ربنا وقف مع الرسول والمسلمين، بعت لهم رياح شديدة اقتلعت
الخيام بتاعة المشركين، وكمان قذف في قلوبهم الرعب، يعني بقى يشعروا بالخوف. قال ده احنا هنموت بقى، لا يا ابني ارجع مكانك احسن، لحسن ده خلاص ده هنموت، والواحد يفر بنفسه. فمشوا. فاحنا كمان نتعلم احنا لما بنمر بمواقف صعبة نلجأ لربنا وهو هيقف معانا، زي ما الرسول بيلجأ لربنا وبيقف دايما معاه. احنا كمان نلجأ لربنا في المواقف الصعبة، نلجأ له دايما، ربنا بيقف دايما معانا، وربنا عنده الحل. فاحنا نلجأ له دايما في المواقف الصعبة، وما نيأس ابدا لو حاجة ما جاتش. طبعا الحاجة اللي ما بتجيش دي اكيد ما فيش خير وربنا مش رايدها. النتائج بقى بتاعت غزوة الخندق، انتصار المسلمين. حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة وأمر بخروجهم من المدينة. نقضوا العهد فطردهم من المدينة. خلاص بقى انتوا نقضتوا العهد، يعني مش هأمن لكم تاني. فطردهم بسبب غدرهم وخيانتهم ونقضهم للعهد. يبقى الرسول عندي طرد يهود بني نضير يهود بني قريظة لنقضهم العهد وخيانتهم. الدروس المستفادة: التماس النصر من عند الله، التأكيد على مبدأ الشورى. زي ما احنا عارفين الرسول لجأ لربنا عشان ينصره على المشركين، وربنا استجاب وبعت رياح شديدة اقتلعت خيام وكذب في قلوبهم الرعب. تأكيد على مبدأ الشورى: الرسول دايما لما بيطلع أي غزوة بيستشير أصحابه. والأولى فكرة سلمان الفارسي بحفر خندق، ما كانتش هذه الفكرة مألوفة عند العرب. دي كانت أهم الدروس المستفادة من غزوة الخندق. ده الجزء الأول كده انتهى. خدنا فيه غزوة بدر وأحد والخندق، عرفنا فيهم أطراف الغزوة وحدثت سنة كام وأحداثها وأسبابها والنتائج والدروس المستفادة من كل غزوة. ده الجزء الأول. هستنونا في الجزء الثاني من الدرس. أتمنى تكونوا فهمتوا، وياريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. شكرا.